من أكتر العادات المنتشرة بينا وفي نفس الوقت من أكبر العادات السيئة والغلط اللي بنعملها مع بعض على سبيل المشاركة والفرحة، وهي إننا بنصور أجمل لحظات حياة أطفالنا، سواء في أول يوم مدرسة أو أول يوم العيد أو في أي مناسبة خاصة بيهم، وبنعرض الصور دي على السوشيال ميديا. طب تعرفي مين اللي هيشوف صور طفلك بس؟ طب تعرفي إنك ممكن تكوني بتأذيه من غير ما تكوني قاصدة؟ طب تعرفي إنك ممكن تحولي الموضوع ده لنشاط يفيدك ويفيد طفلك أحسن من كده بكتير؟ أنا هقولك، اللي هيتفرج على صور أطفالك حد مش هيخرج من دول، حد ربنا حرمه من النعمة اللي في إيدك هيتفرج على الصور وعينيه بتبكي، أو حد ربنا يكون حرمه بس مستكتر النعمة اللي في إيدك، أو حد عنده أطفال بس برضه بيقارن ما بين أطفالك وأطفاله وبرضه هيكون بيستكتر النعمة اللي في إيدك. ده غير اللي مستنيكي تنزلي أي حاجة علشان يحسدك عليها ويتحسر على حاله، وفي اللي هيقول ما شاء الله واللهم بارك من قلبه، بس مش كل الناس النوع ده. وعلشان كده لازم تبطلوا العادة دي وتحتفظوا بس بالصور علشان كل فترة تفرجوها للطفل، ده هيساعده جدا وهيخلي المحبة بينكم تزيد وهيهدي من نفسيته جدا.